شوف يا باشا، قاعد كده لا بيا ولا عليا. ومن النوادر ان انا اقعد في 2025 نفتح ونقلب في التلفزيون، بس ده اللي حصل يعني. قاعد مخنوق كده، فقمت ايه فاتح التلفزيون، فالحظ الاسود قامت ايدي خبطه حضرتك ايه. قامت ايدي خبطه كده على وانا ماشي في التلفزيون، هوب قلبت لقيت قناه نادي الزمالك. خد بالك بقى تحت عنوان بالبنط العريض كده، اسمع بقى اللي جاي دي، اسمع اللي جاي دي: الزمالك في طريقه لابرام من 3 ل 4 صفقات سوبر. يعني هو مبدئيا انا ما اعرفش مين المذيع اللي قال الخبر، والله ما تريقه ولا تقليلا، بس بجد انا ما اعرفش هو مين ده. يعني ده كان لعيب سابق ولا ده اصلا خريج اعلام؟ ما اعرفوش. ما علينا. فحضرتك انا بس عايز اسالك سؤال: احنا بقالنا 3 4 سنين ما بيدخلناش نادي الزمالك الا صفقات لب سوبر. ده مبدئيا يعني. الزمالك انا بقالي معاه 3 سنين بشوف نفس العنوان على نفس القناه، واللي بيجي لب سوبر. احنا متعاقدين مع مقله تقريبا، فاهم؟ ده حاجه. الحاجه التانية، انا اقول لك بقى نادي الزمالك اصلا شغال ازاي. بص يا باشا، نادي الزمالك كان عنده، تعال نرجع ورا سيكا بس، نادي الزمالك كان عنده لجنه اسمها لجنه الازمات. كانت مكونه من مين بقى حضرتك؟ حازم امام وميدو. واخد بال حضرتك انت ازاي؟ فنادي الزمالك بص على الاهلي كده بصه ايه خفيفه كده بطرف العين، وقال لك ايه؟ ما عندهمش لجنه ازمات يا جدع انت. امال عندهم ايه؟ قال لك لجنه تخطيط. قام ايه، قاموا الرجاله في نادي الزمالك مكلمين كابتن لباليبو: الو كابتن لباليبو، لقينا لك الحل، وسع. قال لك في ايه؟ قال لك جهز لي مكتب بسرعه ويافطه. وكتبوا على اليافطه ايه؟ لجنه التخطيط لنادي الزمالك. طب مين بقى لجنه التخطيط دي؟ ميدو حازم امام. واخد بالك؟ فجي واحد في مجلس الاداره قال لك ايه يا جدع اللي انتوا بتعملوه ده احنا هنفرش بالنادي كده. واخد بالك؟ هنفرش بالنادي كده مش هينفع. اما قال لك لا، احنا نجيب واحد بقى يدير الكوره بقى صباح الفل. وهم جايبين جون ادوار. انا عايز اسمع رايك في الكومنتات.